الخسارة الكبيرة للزوراء كانت هناك ردود فعل كبيرة وغاضبة من قبل محبي نادي الزوراء، جماهير نادي الزوراء. بالمقابل أيضا يعني ردود فعل أيضا كانت في البيت الزوراء، يعني سمعنا خلال اليومين الماضيين أنه خبر إبعاد 3 من لاعبي نادي الزوراء بعد مباراة الشرطة مباشرة. اللاعبين هم مؤيد خالد وأمجد وليد وسامر ماجد. هناك أسباب مختلفة لإبعاد اللاعبين ال3، لكن أحد اللاعبين اللاعب المخضرم مؤيد خالد حب يكون في تداخل معنا في البرنامج ويوضح لنا بعض الأمور حول هذا الموضوع. مساء الخير مؤيد ورمضان كريم وأهلا وسهلا فيك في برنامج زورينا. مساء الخير كابتن هشام، ورمضان كريم عليك وعلى الجميع، على الشعب العراقي ان شاء الله. وانا حبيت انا الكابتن اخوي وصديقي كابتن علي وهيب والاستاذ المبدع رائد محمد، وسهلا بك. مؤيد بصراحة يعني المرة الثانية هذا الموسم نسمع خبر ابعادك عن الفريق، واحنا نشاهد مباريات الزوراء، يعني انت ما شاركت بعدد كبير من المباريات، فشنو ردك عن هذا الموضوع؟ والله يعني انا حد الان ما اعرف شنو السبب. يعني جيت بالتمرين بتمرن محاضره، وبالمحاضره كان يقول خلي يرتاحون اللاعبين مؤيد وامجد وسامر. انا بالنسبه لي ما طلعت، قلت له اريد اعرف السبب، يلا حتى اطلع. اريد اعرف السبب، ما يحكي وياي، ما يتناقش. يعني ها بس قاعدين هسه بس طلعوا لي يتمرنون. قلت له هل توجهني انا احكي وياك انت مدرب وانا لاعب؟ لازم اعرف السبب انت. ما حكى وياي، عافني وراح وقام يحكي من وراي. انا المفروض هو يكون رجال يحكي واجيني، يقول لي انا لا اشترك في المباراه ولا سبب الخساره. هاي المره الثانيه، المره الاولى هو من طلعني يقول ما يقعد. انا بس عندي اسئله سؤال، هو الكابتن عماد وانا اتمنى موجود هسه يطلب حتى اشياء. قال لي الكابتن جمال ما خلاك من ضمن 20 لاعب. مو قلت له عدته وقلت له ما خليك هوا بغداد مشينا وجيب 3 سيارات. هاي مو احنا اخلاقنا. انا لاعب وانا مرحله كامله ما لعبت ولا اشتركت ولا جيت ناقشت ولا قلت ليش ما تلعبت. انا عقدي ملتزم بالنادي، حد نهايه الموسم واشوف طريقه، بس هو ما قاعد يواجهني، ما قاعد يحكي وياي. يعني انت مرتين مؤيد، مرتين بعد الابعاد يعني واجهت عماد محمد، سالته انه شنو الاسباب، ما جاوبك؟ قلت له ايه، اعرف الاسباب. قلت له اذا مساله شخصيه، اذا مستوى عين تابع لك، اذا شخصيه نطلع الفرمان يعني حتى اعرف شنو السبب. ما يواجهني ولا يحكي وياي ولا يقول طريقي. انا قلت اياها طريق معزول عن يعني تشكيله 11 لاعب، هذول ما يعني ما نستفيد منهم، يعني يخطئ يغلط كذا ما في، يعني هم هذول باقين اللاعبين يعني مخلين بوقت الحاجه شوف ما يحتاجهم. يعني هذا عنده قلت يا ولدي يصير حتى بالفريق ليش؟ وكابتن عماد حوالي 8 لاعبين يطرد ويرجع. طيب هناك مؤيد هناك من يقول ان الموضوع شخصي بينك وبين عماد. شخصي خلي يواجهني. زين انت شو تقول؟ من خلال ما تشوفه يعني؟ اقول لك كابتن، احنا بالفريق احنا عندنا اخوانه، عند اخوه يتمرن ويانا بالفريق، وعنده واحد اخوه الاخ يقعد بغرفه العلاج. طبعا يعني حيدر صباح انطرد. ليش حيدر صباح؟ حتى يم اخوه ثاني يوم بلغه طرده. ما يواجه اللاعب ويناقشه ويفهمه. انا مو بدي طرد دعبس، طرد انجد، زين يعني مؤيد، يعني هاي العزه، هاي ما اعرف شنو المشكله. مؤيد انت ذكرت لي 2 من اخوانه، يعني اخوانه يتدخلون بالعمل يعني لو شنو؟ شيء اكيد كابتن هشام، لان يوصل الكلام، واحنا عندنا لاعب، يعني ما يهم يكون اللاعب. انا مقطع نادي اريد العب، انا ما جاي اقعد على المصطبه، لا العب زين. انا مو لاعب شاب، انا يعرفني يعني احسن مدربين، يعرف كابتن علي وهيب، لعبت ويا يعني ولاعبين ومدربين دربوني، ما يوم جاهلوني. انا يعرف التزامي ويعرف اخلاقي ويعرفون كل شيء، بس هو شغلتي انا وياه شخصيه. انا تجنيت يواجهني، حاشيته قدام اللاعبين، قلت له اذا انت عندك شيء احكي. يقول لا انا ما عندي شيء، ما يقبل يواجه، ما يقبل يحكي. انت شلون تحكي وياه يعني شلون تبتدي؟ يعني طيب نحكي هسه اخيرا خلاص، هو طلعني رحت اداره، يقول الاداره ما لي حق. هو انت موقع يعني انت باقي بالفريق. زين اسالك صدق على الاداره شنو كان ردها بعد هذا القرار؟ قال الاداره يقول احنا باعدين. هو احنا خلال اليوم حكى عن الاداره، اذا انت تحكي عن الاداره لا عاد ليش انت تجدد وياهم؟ تقول الاداره تشتغل ضدي وكذا، ليش؟ يعني اكو مدرب يخسر 3 مرات على 4 يعني وبقيت لحد الان. يعني ما مقوله ما صار كل اللي يشوف المدرب اذا يخسر خسارته وينادي جمالي ثاني يوم يطلع. زين الاداره بلغوك تبقى؟ مؤيد حتى
الجمهور. الاداره بلغوك تبقى بالفريق لو شنو؟ اي بلغونا ابقى بالفريق من كابتن فلاح والاعضاء الاداريه. زين، اللي دا يمر بالزوراء الان منذ بدايه الموسم الى الان منو يتحمله برايك يعني؟ من السبب؟ هو التدريبي كابتن هشام. الزوراء يعني قاعده جماهيريه كبيره، والفريق من احترامات للاعبين، اكو لاعبين صغار مو مال يعني تشركهم لاعبين اساسيين. اللاعبين احنا في المرحله الثانيه اختبوا لاعبين وما اعرف بس هو مشكلته ب 11 لاعب، اللاعبين يميز لهم ولاعبين ثانيين يتركهم. شلون تصير المنافسه؟ اذا اللاعب يخطئ مره مرتين ثلاثه وما يشوف اكو منافس وياه، شلون يقدم مستوى؟ هسه مو بس انا الدليل عندكم اياه مقعد 90 مليون حد الان ما بنعمل. طيب مؤيد، انت بالبدايه تحدثت بكلام خطير صراحه يعني انه خطير، يعرفون يوم يعرفون الاداره يعرفون الجمهور ليش خطير. لا موضوع اللي تحدثت به انه اشبه بالتهديد لجمال علي، انه ما اخليك تشم هوا بغداد، موضوع خطير هذا. طبعا كابتن هشام وهو مريد يحكي يقول اللاعب ليش يحكي من يقعد، لاعب هو من قاعده كابتن جمال ما خلاه ضمن 20 لاعب، مو راح حتى وياه، مو كذا حتى وياه، ليش علي حلال وعلى لاعبين حرام الباقي ليش هذا عنده عقد وعنده رزق يستفاد بس خلى لاعبته، انت اعطيته فرصه للاعب لعبته وتجي تقدم لي تقرير تقول لهم يابا انا اللاعب هذا لعبته مباراتين وهذا مستواه، ليش لا المرحله الثانيه كلها قاعد، انا تقول لي على مستواي، انا ما تقول لك على مستواي، انا وياه مو مستوى، انا وياه شغله شخصيه، بس ما قاعد يواجهني فيها، انا قاعد حكيت قدام اللاعبين. طيب مؤيد، هسه اللي يسمع يمكن يقول انه مؤيد لان ما يلعب بشكل اساسي مع الزوراء وربما قام يحكي، وليش بهالتوقيت قام يحكي هالحكي على عماد؟ كابتن هشام انا ما اريد احكي، حتى هو انا ما اريد احكي، انا موقع وينادي، انا لا اتمرن عليه اتمرن، هو المشكله دي خلل يعني ما اعرف السبب، يعني مرتين ثلاثه انا احكي من زمان، بس ما حبيت احكي ما اريد اسرسر حتى يصير كلام وهذا، حتى يبين، هسه بالدليل احنا الفريق خسران 4 ترك لاعب شاب وانا موجود على المرتبه مالته، يعني هالدرجه وصل، وبالدليل جا المساعد مالته حتى وياه ما ياخذ كلام المساعدين، وبالدليل البارحه نحكي الاداره دزت على المساعدين قالوا لي يا انتم تعرفون بهالقرار بعد لاعبين؟ قال لي لا والله ما نعرف، احنا مساعدين ما نعرف، قرار خذا فردي. طيب مؤيد، يعني انت اعطيني بنسب مئويه الان، يعني من يتحمل ما مر به الزوراء خلال هذا الموسم؟ الاداره واللاعبين والجهاز الفني، اعطيني نسب مئويه، من يتحمل النسبه الاكبر يعني؟ والله يتحمل الدنيا كلها يا استاذ هشام، انا ماكو اتحملها، الاول بالاخير الاداره وفرت للكادر التدريبي لاعبين في المرحله الاولى وبالمرحله الثانيه، ويعرفوا اكو لاعبين، انا وياك اكو لاعبين بعتهم مو مال الزوراء، يعني مو مال لاعب يشترك لاعب اساسي، الزوراء يعني وبالتعادل ما يقبل، مو بالخساره، احنا صارت عندنا شماعه عندنا نفسه الفرق كلها اربعات، يعني ما قاعد نلعب فرق احنا، اسلوبنا انت مرات واحد يجي في الزوراء يعني على ملعب الشعبي يقدم، احنا ما قاعد نلعب كره قدم، احنا قلت لك استاذ هشام انا مبين قلت لك الفريق مرسوم عباره عن قسمين 11 لاعب فقط، الباقيين مهمولين لاعبين يعني يتمرنون بس مجرد حضور هيك تواجد، ماكو منافسه ماكو، انا جربت احسن من اللاعب خلال اسبوع يلتزم تدريبات يلتزم كذا يشترك لاعب. طيب مؤيد، انت باقي بالزوراء ولا شنو؟ يعني ترتبط مصيرك بمصير المدرب الان اعلنت الاداره انه ما باقي مع الفريق. انا موقع وين الاداره سنتين، يعني بعد نشوف المدرب ونشوف الاداره، انا ما اباقي اهلا وسهلا، ما باقي هذا شيء هو اللي اليوم يشوف النادي. اتمنى لك التوفيق مؤيد خالد، شكرا جزيلا لشجاعتك وشكرا لمداخلتك معنا في البرنامج، واتمنى التوفيق لك وللزوراء ولجمهور نادي الزوراء.